السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا حبايبي كده صلوا بينا على النبي وتعالوا نشوف النهاردة احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل النهاردة صوص الشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبمكونات يعني بسيطة وكلها عندنا في البيت. صوص شوكولاتة تزيني بقى الكيكة بتاعتك. تعالوا بقى اقول لكم احنا ايه المقادير بتاعتنا ايه. بس قبل ما نخش على الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسوش تحطوا لنا اللايك وتشجعوني كده بكومنت حلو فضلا منكم وليس امرا، وتشاهدوا كده كام اعلان ليا عشان ان شاء الله ربنا يكرمني ويكرمكم ويرزقني ويرزق الجميع يا رب. يلا بقى كده نشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجه المقادير بتاعتنا يا جماعه، معانا كوبايه لبن بودره وكوبايه سكر بودره، اهم حاجه لازم يكون سكر بودره، ومعانا كوبايه كاكاو، ومعانا كوبايه لبن، ومعانا قد من معلقتين ل3 معالق زيت. تمام كده المقادير دي. وهنضيف برضو معانا فانيليا، هنضيف رشه كده بسيطه تدي لطعم الشوكولاته اللي ريحه الشوكولاته بتاعتنا ريحه كده ونكهه حلوه. وكمان ممكن تضيفي عليها اي نكهه انت عايزاها، يعني نكهه من البندق، اي حاجه انت ايه تفضليها. هنضيف بقى رشه فانيليا، انا بس بجهزها كده معاكم. هناخد كل المكونات دي كلها في قلب الخلاط عندك، او لو عندك كبه شغاله عادي. احنا هنعملها في قلب شاشه الخلاط على طول. هننزل بس الموتور بتاعنا كده. تعالى يا عم الحاج، هناخد كل المكونات دي كلها ونسمي الله نتوكل ايه على الله. اول حاجه بقى هننزل بيه بالترتيب كده. هناخد السوائل. اول حاجه طبعا السوائل ادي كده. اللبن بتاعنا كوبايه لبن، وعلى فكره ممكن لو انت عايزه تعملي كميه اكبر من كده تقدري ان انت تضاعفي بقى الكميه. وان شاء الله المكونات ديت هنزلها لكم في صندوق الوصف باذن الله. ننزل بقى بالكاكاو بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. وهننزل معانا بالسكر، اهم حاجه لازم يكون السكر بودره. تمام كده صلوا على النبي يا حبايبي. واللبن البودره الزرقاء كانت الكوبايه كانت فيها ميه وانا حطيت فيها اللبن. تمام كده نزلنا بالمكونات كلها. وهننزل برشه بقى فانيليا زي ما انا ما قلت لكم، رشه بسيطه قوي يعني. بصوا حاجه بسيطه قوي كده هتدي نكهه كده معانا حلوه للشوكولاته بتاعتنا. بصوا عشان الفيديو ما يطولش عليكم نضربهم في قلب الخلاط وبعدين نرجع بقى تاني. وانتوا ما تروحوش في اي حته وحطوا له اللايك. بصوا يا جماعه نشوفها، بسم الله ما شاء الله. هنجيب معلقه كده ونشوف، نحاول لو في حاجه في قلب كده في قلب الجناب نحاول ان احنا نروح منزلينها كده. بسم الله ما شاء الله. هي كده سمكها تقيله اهي، شايفين؟ انا صراحه ما بحبش السمك التقيل قوي ده. انت لو عايزاها كده تمام، انا ممكن افضيها واوريها لكم اكتر عشان ايه تكون واضحه معاكم. ثواني بس كده كده اجيب حاجه احط فيها. بصوا انا هفضيها هنا كده معاكم عشان تشوفوا القوام بقى بتاعها. انا ما رضيتش ازود فيها لبن بالزياده عشان خاطر ما تبقاش سايله قوي، ما تبقاش خفيفه يعني. تمام انا كده شايفين هي هنا تقيله اهي اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا عامله ازاي. انا هنا بقى هزودها لبن بس بقى ايه معاكم واحده واحده كده. لو انتوا حابينها كده تمام، مش حابينها كده تزودوها انتوا بقى لبن عادي. دي حاجه بقى ايه في ايدينا احنا. تمام كده انا هفضيها وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. ادينا بقى كده ايه رجعنا لكم بعد ما عملنا الشوكولاته، نزلناها بقى من قلب الشفشق كده زي ما انتم شايفين كده. ودي كان القوام بتاعها. بسم الله ما شاء الله. انا شايفه ان هي كده ايه اخفها شويه عشان خاطر لما تقعد هتتقل برضه كمان حبه. هي كده حلوه للناس اللي بتحبها تقيله كده. تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله ما شاء الله جميله ازاي. انا هنا حاسه انها تقيله شويه يعني ما بحبهاش تكون تقيله قوي كده. هحط فيها حبه لبن. لو انت بتحبيها بقى، لو انت بتحبيها تقيله شويه زي ما انت شايفاها كده، القوام ده القوام ده بقى بتاعك انت بقى. انا بس هحط فيها قد معلقتين كده لبن عشان خاطر ايه اخفها شويه، عشان لما تقعد انا كده مش هعمل بيها النهارده كيكه.
اللهم صل على النبي. لما تقعد في قلب التلاجة هتتقل كمان سنه يعني، يبقى كده قوامها كده حلو. زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله المكونات بتاعتها هنزلها لكم في صندوق الوصف، ان شاء الله تجربيها وتعجبك. ممكن بقى تزودي الكميه، تضاعفي بقى الكميه زي ما انا ما قلت لك كده. احنا كل اللي زودنا عليه معلقتين لبن فوق الكميه اللي انا عملتها. بسم الله ما شاء الله. انت لو بتحبيها بقى تقيله عادي، بقى حبها تقيله عادي، ما تزوديش فيها حاجه تاني. لكن هي كده انا شايفه ان هي كده مش محتاجه حاجه خالص، حاجه كده عسل. ايه رايكم في الجمال والحلاوه ده؟ احلى صوص شوكولاته. تقدري بقى تزيني بيه التورته بتاعتك، تعملي صينيه كيكه لاولادك كده وتزينيها بيها. طبعا الايام دي الحاجه غاليه ولازم نعمل كل حاجه في البيت. فطبعا لو عجبكم بقى الفيديو ده، لو عجبكم الطريقه النهارده، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. لو لسه ما عملتيش اشتراك، يلا انزلي حالا اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على علامه الكل، عشان كل ما انزل حاجه جديده يجيلكم مني اشعار. عايزه اقول لكم ان الطبق اتبهدل خالص. انا هحطها في العلبه اللي انا هشيلها فيها على طول، نوريكم القوام بتاعها. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ مفيش احلى من كده. جميله. على فكره كنت عامله معاكم قبل كده كيكه، وكنت عامله صوص برده شوكولاته وكنت مزينه بيها الكيكه. هنزل لكم اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله كده، تزوروا كده الفيديو وان شاء الله يعجبكم. ما تنسونوش بقى تحطوا لنا اللايك وتشتركوا في القناه. تمام. تحفظوها في قلب التلاجة بقى، تزيني بيها التورته زي ما انتم شايفين كده. تعمليها بقى لاولادك بالطريقه ديت. بسم الله ما شاء الله. جميله جدا. يلا اقول لكم يا رب يكون الفيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير فضلا منكم وليس امرا. ان شاء الله انتظروني بكره في فيديو جديد ووصفه جديده وروتين جديد من قناتي، قناه وصفه في مطبخي مع ملوكه. معكم اختكم ام ملك، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.